ما انا هعمل الفيديو ده، هعمله لان كل ما اجي اعمله تحصل لي مشكله، يا اما بردانه يا اما عيانه يا اما في دوشه بقى. احنا هنعمله ونقول الكلمتين والاجر على الله. ازاي وايه هما الكلمتين؟ شوف يا سيدي وشوف يا ستي، العقل ده مش آلة، لازم يرتاح. حتى الآلة بتاخد أجازة وبتعطل، العقل لازم ياخد راحة. واحنا في عصر التكنولوجيا والسرعة والمقارنات والسوشيال ميديا، كلنا بنسعى للظهور في أجمل نسخة، في النسخة المثالية على السوشيال ميديا، مع إننا لنا نسخ كتيرة زي الزفت، واحنا نايمين واحنا قايمين واحنا قاعدين واحنا بناكل واحنا بنتخانق. عندنا نسخ كتير، وكل نسخة بتبقى حسب الموقف وحسب اللي قدامي. النسخة هتبقى شكلها ايه يا عالم؟ المهم عقلنا ده يا جماعة لازم ياخد اجازة. قولي ليه؟ لان العقل ده زيه زي باقي اعضاء الجسم، زي القلب والجسم والعين، لازم يرتاح. طب انا هريح عقلي ازاي؟ ما انا لو ما ريحتوش هيضيع، هيجيلي لطف. اريحه بقلة التفكير، بقلة المقارنات، بالنوم يا جماعة، اقفل التليفون يا جماعة، ما اسعاش للمقارنات. السوشيال ميديا واللي بيطلع فيها مجرد لحظات، مجرد صورة كلنا بنتجمل فيها. ازاي الكلام ده؟ يعني كل واحد فينا بيلبس الحتة الزفرة ساعة ما ياخد الصورة، لكن في حياتنا حاجات تانية. وهو الناس بقى تقولك يا لهوي ايه اللبس اللي هو لابسه ده، ما يعرفوش هو جايبه منين وجايبه ازاي، ويمكن يبقى مش بتاعه. الاكل اللي بياكله ده بيبصوا فيه وعينهم عليه، يمكن يكون سالف ثمنه. القصة علشان نريح مخنا وعقلنا نقفل التليفون ونبطل تفكير ونبص لحياتنا بس. ومفيش داعي للمقارنات، ومفيش داعي للسعي للمثالية. مفيش حد فينا مثالي. السوشيال ميديا مجرد حالة بتشغل عقلك. ريح عقلك واديله اجازة. العقل لازم ياخد اجازة.